كل مرة يا بنسلقها يا بنشويها يا بنقليها، لا خلاص بقى احنا ملينا محتاجين نجرب طريقة جديدة. تعالوا النهاردة اقول لكم على طريقة سهلة وسريعة ومش هنولع الفرن، ما تقلقوش، مش هتاخد منكم دقايق. لو عندك فرخة كاملة او اجنحة فراخ او دبابيس فراخ، اي قطعة من الفراخ تنفع في وصفتنا النهاردة. المهم انا جبت طبق، حطيت فيه شوية مية وضفت في المية ملعقتين ملح وملعقتين سكر وشوية جنزبيل وعصرت ليمونتين كاملين، وسبت الدبابيس متنقعة في المحلول ده حوالي ساعة واحدة بس. لو وقتك يسمح باكتر من كده مفيش اي مشكله. وبعدين صفيت الدبابيس من الميه، لازم تبقى ناشفه كده عشان تشرب التتبيله الجميله السريعه اللي احنا نعملها دلوقتي. جبت طبق واسع وحطيت فيه ملعقه صغيره مليانه من الفلفل الاسود وملعقه كزبره ونص ملعقه بابريكا وملعقه صغيره مليانه من خلطه البهارات السحريه بتاعتي او بهارات الفراخ. لو عندك خلطه المشاوي دي هيبقى خير وبركه قوي، لان هي بتفرق كتير في الطعم صدقوني. لو مش عندك مفيش مشكله. كمان عصرت ليمونه كامله، والليمون بيفتح المسام كده ويخلي الفراخ تتشرب التتبيله بسرعه جدا. ضفت ملعقتين زيت وملعقتين عسل اسود، ده بديل دبس الرمان او بديل الكاتشب او الصلصه. يعني بصوا العسل الاسود ده اكتشاف في تتبيلات الفراخ، بيخلي الفراخ طعمها رائع، وكمان بيخليها ما فيهاش اي ريحه غير مستحبه. ضفت كمان شويه ملح، يعني ملعقه صغيره مليانه. وبعدين قلبت التتبيله الجميله دي، وبعدين ركنتها على جنب كده ورجعت للدبابيس. جبت سكين يكون الطرف بتاعها كده رفيع يعني مدبب، وابتديت اعمل تغريسات كده في الفراخ علشان تستوي بسرعه، وعلشان التتبيله دي تتغلغل وتتعمق كده وتدخل لغايه اخر حته كده في الدبابيس. لو هتستخدمي فرخه كامله ممكن تقطعيها 8 اجزاء، ما تخليش حته تكون تخينه مثلا، يعني ممكن تقسميها نصين بالسكينه علشان تستوي بسرعه معانا النهارده. حطيت الفراخ في التتبيله، ولازم نغلف كل قطعه كويس جدا كده، يعني ادوا الموضوع حقه تمام. بعدين كل ما هحط واحده كده يعني هغلفها بالتتبيله احطها على جنب، وارجع انزل القطعه اللي بعد كده. كان عندي قطعه من صدور الفراخ المخليه فحطيتها معاهم برضو، علشان انا عندي برضو الناس اللي هم الغريبين اللي هم دايما يعني خالف تعرف ما بيحبوش الدبابيس. فلو عندك انت ممكن تنوعي يعني بين الاجزاء، دبابيس او صدور اي حاجه. بعدين هسيبهم في التتبيله دي شويه على ما اخلص باقي الاشياء. جبت بصلايه كبيره وقطعتها جوليان. هقول لكم دلوقتي هنعمل ايه بيها. طبعا فرفضتها كده وفككتها ورحت على البوتاجاز وولعت النار، وبعدين جبت طاسه، يعني اختاروا طاسه تكون تخينه شويه ما تكونش رقيقه. وبعدين حطيت شويه زيت واستنيت لما سخنت جدا الطاسه، نزلت بالبصل. احنا مش هنستنى لما البصل يغير لون خالص علشان ما يتحرقش معاكم، خدوا بالكم. يا دوب بس اديت له تقلبتين كده وسخن. بعدين هنزل التتبيله اللي هي على الفراخ كده، انا مش بعصرها يعني، انا يا دوب بسيبها بس تنقط اللي فيها علشان ما تتحرقش في الطاسه. وبعدين هاخدهم واحدة واحدة كده، ومش هقلبهم في المرحلة دي، انا بس عايزاهم ياخدوا صدمة كده علشان اقفل المسام بتاعة الدبابيس. هاخد كل الدبابيس وهحطهم في الطاسة. ودي قطعة صدور الفراخ زي ما قلت لكم طبعا. دي بقى التتبيلة على فكرة، ممكن نستغلها تاني ونتبل بيها تاني، ما ترموهاش، يعني ممكن تحطوها في التلاجة مثلا. بطلع البصل شويه من فوق كده، وخلوا بالكم علشان البصل ما يتحرقش برده من وقت للتاني، بدوا له تقليبه. المهم انا معليه البوتاجاز في المرحله دي تمام. غطيتها بالغطا بتاع اي حله، وبعدين سبتها لغايه يعني مثلا قد 7 دقايق تمام كده. بعدين شلت الغطا وابتديت اقلبها علشان تاخدوا بالكم برضو من البصل علشان ما ياخدش لون جامد منكم. اول ما لقيتها اخدت لون على ناحيه، رحت قلبها على الناحيه التانية زي ما انتم شايفين. وبعد ما هقلبها على الناحيه التانية هستنى كده دقيقه وهي النار عاليه برضو. مش هغطيها، هستنى دقيقه بس علشان ايه المسام تتقفل عشان ما تنزلش الميه بتاعتها. وبعدين انا بحاول يعني افرك الطاسه، بصوا يعني انا بحاول اطلع البصل اللي تحت علشان ما يتحرقش. خلوا بالكم من الخطوات دي. انا بطلع البصل فوق علشان ما يتحرقش تحت الفراخ، وبعدين هغطيها وهسيبها بقى على نار هاديه خالص علشان تستوي براحتها. انا عايزه الفراخ دي تستوي من جوه براحتها. في الوقت ده رحت على العين اللي هي الكبيرة دي وحطيت الحلة وضفت فيها ميكس بين الزيت والسمنة، ولما سخنوا حطيت شوية شعرية وهقلبهم لغاية ما لونهم يبقى ذهبي بالشكل ده. ما تستنوش لما الشعرية تغمق زيادة عن اللزوم عشان احنا لسه مستنيين شوية كده هنقلبهم مع الرز. كنت غسل 3 كوبايات من الرز المصري، وبعدين صفيتهم كويس من المية وابتديت اقلبهم كويس مع بعض. ما تستعجلوش، يعني قلبوا الرز شوية حلوين كده مع الشعرية علشان يتغلف ويبقى مفلفل ما يعجنش منكم. ضفت ملعقة كبيرة مليانة ملح.
هفضل اقلب في الرز مع الشعريه لغايه ما اوصل للون اللي انا مقتنعه بيه نفسيا. يعني لغايه ما توصلوا للون اللي انتوا بتحبوه في الرز براحتكم، يعني دي مش قاعده، الحاجه اللي تعجبكم خلاص اطفوا عليها. في الوقت ده خلاص انا عجبني اللون كده كان ذهبي، فضفت 5 كوبايات ونص، لاني انا ضايفه شعريه النهارده. ال3 كوبايات رز انا بضيف لهم 5 كوبايات ميه، لكن علشان ضفت شعريه فزودت نص كوبايه. عكستهم بقى، حطيت الطاسة تاني، رجعت هنا وحطيت المية كانت مغلية على فكرة اللي انا ضفتها للرز، فسبتها على نار هادية خالص، عشان الرز احلى حاجة ان احنا لازم نسويه على نار هادية علشان ما يتعجنش كده ويبقى مفلفل وطعمه جميل. رجعت للطاسة وابتديت بقى اقلبها، وخلوا بالكم ان احنا من وقت للتاني برضو بنقلب البصل بالسباتيولا علشان ما ياخدش لون غامق من تحت. وبرده احنا لما بنقلب كده ونشيل البصل من تحت احنا بندي فرصة للفراخ ان هي تاخد لون حلو، علشان اللون كله ما يروحش للبصل والفراخ تفضل زي ما هي مثلا، فاهميني؟ كل شويه انا بقلب فيها. بصوا الوقت اللي انا اخدته في تسويه الرز كان كفيل ان هو يسوي لي الفراخ. كده خلاص الدنيا بقت تمام، الرز خلاص شرب الميه بتاعته. في الوقت ده انا هطفي عليه النار وهسيبه، يعني هغطيه. شايفين مفلفل ازاي؟ انا عايزه اوريلكم بس مفلفل وجميل. في الوقت ده خلاص هو شرب الميه، فانا هغطيه وهطفي عليه العين البوتاجاز خلاص، وبعدين هسيبه كده متغطي حوالي 10 دقايق بيكمل التسويه بتاعته وبيبقى مفلفل وزي الفل. يعني متستعجلوش وتضيفوا ميه تاني ليه. بصوا بقى انا عايزه افرجكم على جمال الفراخ. بصوا استوت وبقت زي الفل، فراخ مشويه بقى ومحمره وجميله، ولا ولعنا فرن ولا اي حاجه. هتفضلوا طبعا تقلبوا وتعدلوا فيها براحتكم لغايه ما توصلوا للون اللي انتوا حابينه. انا حبيت اللون ده وخلاص كده زي الفل كده، تعتبر الاكله بتاعتنا بقت خلاص جاهزه. هرفعها من على النار وهجيب الطبق اللي انا هقدم فيه، وبحط فيه طبعا انا فرشته بالرز المفلفل ده، وبعدين حطيت دبابيس الفراخ بالشكل ده. ممكن تقسموا طبعا اطباق، كل طبق يعني على قد فرد من افراد الاسره، ونحط فيه واحد مثلا او 2 من الدبابيس دي على حسب ما انتوا حابين. الرز مفلفل وجميل. عايزه اقول لكم طريقه تتبيله الفراخ دي سهله وسريعه وطعمها يجنن. جربوا فكره تتبيل الفراخ بالعسل الاسود دي، صدقوني بتفرق كتير جدا جدا في الطعم. عايزه اقول لكم احلى بكتير من دبس الرمان، صدقوني للامانه. انا جربت الاتنين، ولذلك هتلاقوني ما بستخدمش ابدا دبس الرمان. انا بحب جدا جدا التتبيل بالعسل الاسود. لو مش عندك عسل اسود ممكن تضيفي نص ملعقه صغيره من السكر، او ممكن ملعقه كبيره واحده بس من عسل النحل. شايفين بقى من جوه قد ايه الفراخ دايبه وناعمه زي الفل. علشان كده احنا عملنا تغريزات علشان نوصل لغايه ما نوصل للعظم كده، التتبيله بتبقى واصله لاخر حته في الفراخ. لو وصلت لغايه هنا انا بشكركم من كل قلبي على متابعتكم الجميله، وشكرا من قلبي بجد على كل الكومنتات اللي انتوا بتكتبوها لي. قد ايه انا بفرح جدا بالكومنتات دي، لان هي بتعكس لي محبتكم ورقه احساسكم. ربنا يخليكم ليا يا رب. كلمه شكر كان لازم اوصلها لكم. الف شكر لكل حد بيفتكرني بكلمه حلوه. بحبكم من كل قلبي.